هقول لك بقى على المصاريف اللي محدش بياخد باله منها لما يقرر يفتح شركة شحن، ودي اللي بتحطه في مشاكل كتيرة جدا بعد ما يبدأ. زي ايه بقى المشاكل دي؟ غالبا انت فاكر ان انت هتبدأ من البيت، هتفتح اللابتوب، هتقعد وتبدأ تتابع الاوردرات وتجيب مناديب لاصحابك واخواتك وتقول لهم يلا بينا نشتغل. هتقولي لا طبعا انا هأجر مكان اشتغل منه. وطبعا يا صديقي لازم تركز ان اختيار المكان هو جزء كبير من البيعة، يعني كل ما تفتح في مكان احسن كل ما التجار يثقوا فيك اكتر، وطبعا المكان الاحسن عايز فلوس اكتر. بعد ما هتجيب المكتب هتجهز المكان علشان الموظفين اللي هتعينه زي الحسابات والاوبريشنز وخدمة العملاء. ولا هتقولي انا مش هجيب محاسب من الاول عشان الموضوع هيبقى سهل؟ حابب اقول لك على حاجة مهمة جدا انا جاي لك بيها من المستقبل، مفيش محاسب يبقى مفيش شركة، وكل حاجة هتنهار قبل ما تبدأ. وما تنساش تعمل حسابك على مخزن حلو بتجهيزاته، علشان طبعا مش كل شوية هتغير مكان فالتجار يقللوا ثقتهم فيك.